قبل آلاف السنين في أرض الروم التي كانت تحكمها ملوك كفار يعبدون الأصنام ويضطهدون المؤمنين، كان هناك جماعة من الشباب المسلمين الشجعان يعرفون بأصحاب الكهف أو أهل الكهف كما ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الكهف. كان هؤلاء الشباب مؤمنين بالله الواحد الأحد، يخفون إيمانهم عن الملك الظالم الذي يدعى دقيانوس، والذي كان يأمر الرعية بعبادة الأصنام وقتل من يرفض ذلك. ذات يوم جمع الملك الناس في الميدان وقال: من لم يعبد الأصنام فسأقتله. فتشاور الشباب، وعددهم 7 أو 8 رجال، وقلوبهم مفعمة بالإيمان، فقالوا لبعضهم: يا إخوتنا، لا نستطيع البقاء هنا، فالملك سيقتلنا. لنفر إلى كهف في الجبل نعبد الله فيه بسلام. فهربوا تحت جنح الظلام، يسيرون في الجبال الوعرة، والرياح تهب، والذئاب تعوي، حتى بلغوا كهفاً كبيراً مخفياً، فدخلوه ونموا، يدعون الله أن يحفظهم. وكان معهم كلب وفي يدعى قطميراً، نام عند باب الكهف يحرسهم كالحارس الأمين. فالله سبحانه وتعالى بعظمته وقدرته أجرى معجزة، نام هؤلاء الشباب نوماً عميقاً، ليس يوماً ولا شهراً، بل 309 سنين. والشمس تشرق وتغرب، والرياح تهب، والعالم يتغير، والشباب نائمون كالأطفال، أجسادهم لا تتغير، لا يشيبون ولا يجوعون، والكلب يحرس الباب. بحث الملك عنهم فلم يجدهم، ومات، وتبدلت الإمبراطورية، وأصبح الناس مسيحيين مؤمنين بالله. وبعد تلك السنين الطويلة، استيقظ الشباب فجأة، يظنون أنهم ناموا يوماً واحداً فقط. فقال أحدهم: يا إخوتي، أنا جائع، اذهب أشتري خبزاً من السوق. فذهب أحدهم إلى المدينة حاملاً عملة قديمة، فوجد الناس يتحدثون بلغة مختلفة قليلاً، والمدينة قد تغيرت، والناس يعبدون الله. ولما دفع بالعملة القديمة، اندهش الناس وقالوا: هذه عملة من عصر دقيانوس، من أنت أيها الرجل؟ فحكى قصتهم، فصدقوه الناس، وذهبوا إلى الكهف فرأوا الشباب هناك، والكلب لا يزال يحرس. صاح الناس من هذه المعجزة، وفرح الشباب بأن الله حفظهم، لكنهم بعد قليل نموا نوم الموت مرة أخرى، وأصبحوا أسطورة في التاريخ، يذكرهم الله في القرآن ليعلم الناس أن قدرته فوق كل شيء، وأن الإيمان ينصر صاحبه ولو في كهف مخفي. هذه قصة أصحاب الكهف.